اليومين دول كل ولادنا في الامتحانات. انا بصراحة من ضمن الناس اللي كنت عايزة اعمل اكلة سمك يومين في الاسبوع، يوم في اول الاسبوع ويوم في اخر الاسبوع، علشان ده طبعا بيساعد على التركيز، وكل ولادنا في الامتحانات اليومين دول. فقاعدة عايزة اقول يا ربي انا عايزة اجيب اكلة سمك كبيرة، اكلة سمك كبيرة. وانا بقلب كده لقيت صفحة اسمها اسماك الرايس. اسماك الرايس ده بقى بيجيب كل منتجات الاسماك بتاعت بورسعيد، بيجيبها لك لغايه بيتك. لو انت في القاهره، لو انت في اي محافظه بيجيبها لك. والله العظيم الاوردر ده وصل لي الساعه 11 الصبح لغايه دلوقتي ما فتش. انا مش فاهمه ازاي كل ده، التجميد ازاي كده ممتاز، والحاجه فريش ومكتوب عليها كمان التاريخ اللي لسه محطوطه فيه ومتنضفه فيه. فانا هفتح لكم كل حاجه. بصوا ده اول طبق معانا، التتبيله بتبقى جوه الطبق. السهوله دي. بصوا بقى الحاجه متقشره، بص التلج اهو، بصوا شايفين الحجم عامل ازاي، ممتاز يا جماعه. بصوا النظافه واللون. لا لا لا، بص انت مثلا هتعملي جمبري، هتاخدي التتبيله دي تحطيها على الجمبري وتقليه او تحطيه في صينيه حسب ما انت تحبي. لكل الامهات بقى اللي عندها عيل واتنين، او الموظفه اللي بترجع الساعه 4 والساعه 5، متهيألي مفيش اسهل من نفتح البولتي راحه. مش عارفه البولتي متنضف ولا ايه. بسم الله. ده متنضف ومغسول وايه قشطه. بصوا برضو التتبيله اهي معاها. تحطي التتبيله، تغسليه طبعا بشويه ليمون وشويه ملح، حطي التتبيله تقلي على طول. تحت كمان الصبيط. ده كل حاجه ليها تتبيله اهو. التتبيله كلها بودر. ياه ايه ده. بصوا شايفين الصبيط وجماله ونظافته وحلاوته. بصوا فريق اهو اللي هو بقشره. ايه ده، شايفين يا جماعه الحجم اهو. لا ده مش متنضف بقى، ده احنا ننضفه. ده زي ما هو. بتشيلي السلسله من الظهر طبعا، وبتشيلي اللي انت لو القشره لو انت عايزاه. لو هتعملي صينيه مش بتشيلي القشره. والبهارات اهي بتاعته برده. تعالوا نفتح طبق كمان. ده فليه. انا عاجبني قوي التغليف والنظافه بجد، ولا شم ريحه زفاره ولا شم اي حاجه. بص الفليه ده يا جماعه الكيلو ب120. قشر بياض ده ب120. بصي كام قطعه، 1 2 3 والرابعه اهي. يعني انت لو اسره مكونه من 4 افراد هتحطي مثلا قطعه مع شويه رز وشويه سلطه وتاكلي. والتتبيله اهي تحطي في الدقيق وتقلي على طول. طيب معانا ايه تاني؟ معانا كابوريا. ثواني. الله، محبيني ايه ده، ليها تتبيله رخمه اهي. تتبيله مع الكابوريا. اخر حاجه معانا بقى هي شوربه البحر او شوربه السي فود. ده العيال لو ما طلعتش من الاوائل هبهدلهم. الله ايه ده، اول مره اشوف شوربه بحر كده. بصوا يا جماعه، لا تعالوا كده معلش بقى. شوربه البحر بقى التتبيله اهي. اوكي، والله 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 عمري ما شفت شوربه بحر كده. بص شايفين الصبيط، شايفين الجمبري قد ايه، الستيك بتاع الكابوريا، الكابوريا ذات نفسها. ايه تاني؟ فيليه كمان، وكمان في فيليه اهو. بصوا قطع الفيليه قد ايه. ايه الحلاوه دي واللذاذه دي. كل الطبق ده بقى خشوا اسالوا عليه بكام. اسعار بجد حلوه قوي. سيبك من الاسعار، الحاجه بلدي بجد بلدي. ويعني هتجيبي سمك بورسعيد وانتي قاعده في البيت. الحاجه لغايه دلوقتي مجمده. يعني انتوا لو تلاحظوا معايا شايفين التلج اهو شايفين التلج اهو. والله الحاجه دي جايالي الساعه 11 الصبح. انا دلوقتي الساعه كام؟ عشان للامانه الساعه 4 الا تلت. بص انتي دلوقتي مثلا راجعه من شغلك، هتغسلي. انا غسلت بالظبط شويه جمبري
على شويه صبيط على شويه كابوريا، هتحطيهم في الطاجن بتاعك. خلاص اهو حطيتهم عليهم شويه خضار، زي ما شويه خضار عباره عن طماطم وبصل، شويه بقدونس على شويه فلفل، والتوابل بتاعتنا الفظيعه اللي هي بتيجي مع اسماك الرايس. انا اول مره اجرب التوابل دي زيكم، بس هقول لكم رايي. اهي بترشيها كده، بترشي، الله ده حلو قوي. بعد ما قلمنا بقى كل الكلام ده، حطينا له نص كوبايه من الميه وكمان ورق فويل ودخلناه الفرن. ودي كده اول وصفه معانا. تاني صنف بقى عملته النهارده هو البولتي. جبت الكيس اللي هو اسماك الرايس بيبعته مع طبق البولتي، وحطيت عليه شويه ليمون ورحت مقلبه كل الكلام ده. والبولتي اديته شطفه بسيطه خالص، ان هو بصراحه جاي نضيف جدا. وبعد كده رحت حاطه التوابل ده على البولتي من جوه ومن بره، دخلته في كل حته. وكنت مجهزه بوله طبعا فيها كوبايه دقيق ومعلقتين نشا وكمان شويه كركم، وحطيت بقيه كيس التوابل على الدقيق ده علشان يدينا طعم حلو قوي. وبدات انزل البولتي بتاعي في الدقيق، بدرته الناحيه دي والناحيه دي، والزيت على درجه حراره متوسطه. نزلت البولتي، خد اللون الذهبي الفظيع ده، اقلبيه على الوش التاني وطلعيه على اي شويه خضره، هتاكلي احلى بولتي مسكر بجد، طعمه حلو قوي. والفيليه عملت فيه نفس الحركه برضو، جبت الطبق اللي هو بتاع الفيليه، خدت التوابل بتاعته وحطيت عليها شويه ليمون، ورحت منزله الفيليه في التوابل، وبعد كده طلعته وحطيته في الدقيق وبعد كده في الزيت، وطلع معايا احلى بولتي واحلى فيليه. اخر حاجه معانا بقى النهارده هي شوربه السي فود. جبت الحله بتاعتي فيها مكعب زبده بلدي، ونزلت بطبق الشوربه كله بالظبط تقليبتين، ونزلت بطبق البهارات، وبعد كده شويه ميه مغليه. وكنت مجهزه بقى جنبي كوبايه لبن فيها معلقه نشا صغيره بالظبط، غلوتين، وانزلي باللبن ومعلقه كريمه، وهتاكلي احلى شوربه سي فود. بصي، هي مش الفكره في الطريقه قد الفكره ان السمك بلدي 100%. بجد اسماك الرايس خلاص فاز عن الكل يا جماعه. وكده بقى السفره جاهزه معانا، واول حاجه معانا هي الشوربه. وانا نسيت اقول لكم ان ستيك الكابوريا ده بحطه اخر حاجه عشان بيتهري بسرعه. اما طاجن السي فود الفظيع اللي طالع من الفرن اللي يشرفك في اي عزومه ده، هاتيه. وكمان البولتي اللي طعمه مسكر بجد، طعمه حلو قوي، والتتبيله فعلا مظبوطه، وقشر البياض ممتاز. وبس كده، لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وهسيب لكم لينك اسماك الرايس تحت. اشوفكم بخير فيديو جاي، سلام عليكم.